فيديو النهاردة هعمل طريقة فراخ مشوية في الفرن بتتبيلة جميلة. دايما بعمل الطريقة دي لما بكون مستعجلة أو عندي عزومة وبتنجز معايا كتير، وهعمل معاها كمان رز من نفس تتبيلة الفراخ وكمان سلطة كولسلو. لو أول مرة بتشوفوني اسمي رندا، ولو ما اشتركتوش في القناة ياريت تشتركوا، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير. يلا مع بعض نشوف المقادير ايه. مكونات التتبيلة معايا بصلاية وطماطمتين وفلفلتين ومعلقة من الثوم المفروم وعلبة زبادي، معلقتين من الخل وليمونتين معصورين ومعلقة كبيرة من الصويا صوص. ممكن نستبدل الصويا صوص بمعلقة عسل صغيرة ومعلقة صلصة. بالنسبة للبهارات اللي أنا هستخدمها، معايا معلقتين من خليط الملح والفلفل والكزبرة. ده خليط دايما بستخدمه في اللحوم والفراخ، خدت منه معلقتين. اللي جنبها معلقة من الملح والكمون برضو والشطة، أخدت منه معلقة. اللي جنبها معلقة من الزعتر، وكمان معلقة من الكاري، ومعلقة من بهارات الفراخ، ومعلقة من البابريكا، ونص معلقة من خليط الحبهان وورق اللورا المطحونين. هكتب لكم في صندوق الوصف مقادير البهارات منفصلة عشان لو عندكم البهارات كل حاجة لوحدها. هنا هحضر للتتبيلة، هجيب البصل والطماطم والفلفل واضربهم في الكبة كويس. ولو ملاحظين هنا انا مش مستخدمة بصل بودر او توم بودر، كله فريش. البصل والثوم لما بيبقوا فريش بيبقوا طعمهم احلى طبعا من البودر بكتير. بالنسبة للملح، لو هتعملوا الفراخ في نفس اليوم يبقى الملح عادي مظبوط، لكن لو التتبيلة هتبات ليوم كامل او هتشيلوها في الفريزر يبقى تقللوا الملح على الوسط شوية، عشان التتبيلة لما بتقعد بتملح كمان اكتر. هنا ضفت البصل والطماطم والفلفل واضربهم في الكبة كويس، وبعدين بضيف الثوم والزبادي. طبعا الثوم لو كان صحيح يبقى تضربوه في الاول مع باقي الخضار، بس انا كان عندي في الفريزر واخدت منه معلقة. هنا ضفت الزبادي وهضيف الخل والليمون والصويا صوص. زي ما قلت لكم بديل الصويا صوص معلقة عسل صغيرة ومعلقة صلصة بتدي نفس النتيجة برضو. هنا بضيف البهارات كمان وبضربهم كلهم مع بعض. قبل ما بحضر للتتبيلة بكون غاسلة الفراخ كويس وسايباها في منقوع الملح والخل والدقيق والليمون والجنزبيل عشان يشيلوا اي ريحة زفارة من الفراخ. الفراخ هنا ببقى مفتحاها بالسكينة عشان التتبيلة تدخل من جوه. اخدت جزء من التتبيلة كمان عشان هعمل منها الرز. هنا باخد قطعة قطعة كده وبفضل اتبل فيها من تحت الجلد وفي الفتحات اللي انا فتحها بالسكينة. التتبيلة دي بتبقى حلوة جدا لو بيتناها من بالليل، طعمها بيبقى مميز، وكمان بتستوي بسرعة لان فيها الخل والليمون بيساعد على التسوية اكتر. طبعا الفراخ دي انا بحب اسويها في الفرن، بس لو مستعجلة ممكن اسويها على البوتاجاز على نار هادية، وبعد ما الاقيها قربت تستوي كده بنزلها على الشواية تاخد لون. انا كده خلصت تتبيله الفراخ وحطها في التلاجة يوم كامل. طبعا زي ما قلت لكم لما الفراخ بتبات بتبقى طعمها بيبقى حلو، بتساعد على التسوية كمان. هنا جبت صينية وحطيت لها ورق سيرفر، وحطيت لها كمان ورق زبدة من فوق، وهرص الفراخ.
هنا هحضر الرز. جبت حلة وحطيت زيت وحطيت الجزء اللي انا كنت سايباه من التتبيلة، قلبته في الزيت كويس، وبعدين ضفت كمان الرز وقلبته كمان. طبعا لو في شوربة ممكن تضيفوها، لو ما فيش ممكن مية عادي. انا هنا ضفت مية، اصلا التتبيلة خلت طعم الرز تحفة. هنا ضفت معلقة من الكاري عشان تظبط الطعم واللون كمان، لان التتبيلة اللي كنت حطاها مش كتيرة. وبقلب الرز واحط المية واغطي الحلة واسيبها لغاية ما تستوي، واروح احضر السلطة. هنا هحضر سلطة الكولسلو. معايا 4 معالق من المايونيز وعلبة زبادي، وهحط لهم معلقة صغيرة كده من التوم المفروم، ومعلقة صغيرة من الملح والكمون والكزبرة، ومعلقة عسل. هقلب كل الخليط كده مع بعضه، وبعدين اضيف ليهم خس الكابوتشا والجزر. هنا ما ضفتش الخس والمايونيز كلهم مرة واحدة، اخدت منه جزء وسبت الجزء التاني، وهقلب واشوف لو محتاج تاني ولا لا. طبعا لان الخس لو زاد بيغير طعم المايونيز، لازم يكون في تعادل عشان الطعم يطلع مظبوط. واخدت باقي الخس والجزر وعملت بيهم سلطة خضرة كمان. ودي كانت وصفتي النهاردة، الفراخ المشوية في الفرن ومعاها الرز بنفس خلطة التتبيلة والكاري. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو لسه مشتركتوش في القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله.